عبد الصمد الزلزولي كيعيش أفضل مواسمه في إسبانيا. الدولي المغربي رجع خطف الأنظار من جديد بعد ما سجل هدف رائع ضد ريال سوسيداد وقاد ريال بيتيس للتعادل مثير ب2-2 في الجولة 35 من الليغا. الزلزولي سجل الهدف الثاني في الدقيقة 47 بطريقة أكدت باللي اللاعب المغربي ولا قطعة أساسية في الفريق الأندلسي. الهدف اللي سجله هو التاسع ديالو هذا الموسم في الليغا، رقم كبير كيبين التطور الهجومي والثقة اللي ولات عنده داخل الفريق. الزلزولي دابا كيرسل رسالة قوية للمدرب وهبي قبل مونديال 2026 وكيقول ليه أنا حاضر وبفورمة كبيرة. يوسف النصيري قريب يبدل الأجواء داخل السعودية. تقارير سعودية كشفت باللي مهاجم المنتخب المغربي قريب يخرج من الاتحاد بعد تجربة ما عجباتش جماهير الاتحاد نهائيا. نصيري جا الاتحاد في الانتقالات الشتوية والجماهير كانت كتسناه يكون ماكينة ديال الأهداف ويعوضهم رحيل كريم بنزيما، ولكن الواقع كان مختلف بزاف. المهاجم المغربي ما قدرش يعطي الإضافة اللي كانوا كيتسناوها منه. الجماهير المغربية كتشوف باللي خروج اللاعب إعارة ضروري باش يرجع للفورمه ديالو بعيدا عن الضغط الكبير ديال جماهير الاتحاد. اللاعب دخل تاريخ الكرة المغربية كأول لاعب مغربي كيسجل في 2 نسخ متتاليات ديال كأس العالم، وما نساوش باللي عندنا نقص كبير في هذا المركز ويقدر يكون ورقة مهمة في خط هجوم أسود الأطلس. السؤال الكبير دابا شكون هو النادي الجديد اللي غادي يعاود يحيي مسيرة نصيري؟ واش اللاعب يقدر يرجع يتألق ويكون ورقة مهمة في كأس العالم الجاي؟ الأيام الجاية غادي تكشف كل شيء. عز الدين أناحي وسط عاصفة إسبانيا بين اهتمام الأندية الأوروبية وانتقادات جماهير جيرونا. الدولي المغربي كيدوز فترة حساسة بزاف قبل مونديال 2026. جريدة أصل الإسبانية قالت باللي بعض جماهير جيرونا بدات كتنتقد تراجع المستوى ديال أناحي في المباريات الأخيرة، خصوصا من ناحية التركيز واللعب الفردي، وكيشوفوا باللي اللاعب أناني في لعبه وما كيخدمش في صالح المجموعة. تقارير رجحت باللي كأس العالم الجاي خلى أناحي تحت ضغط نفسي كبير ولا كيلعب خايف على رجليه، خصوصا بعد الإصابة اللي حرمته يكمل كأس إفريقيا، ودابا باغي يرجع بأقوى نسخة ديالو قبل المونديال. ورغم الانتقادات أناحي دار موسم محترم مع جيرونا، سجل 5 ديال الأهداف وعطى 3 ديال الأسيستات، واللاعب ولا محط أنظار بزاف ديال الأندية الأوروبية اللي دخلت على الخط قبل الميركاتو الصيفي. الشرط الجزائي ديال أناحي ما كيتجاوزش 20 مليون يورو، رقم كيبان قليل مقارنة بقيمة اللاعب، وهذا الشيء غادي يخلي الصراع عليه كبير هذا الصيف. نائي العيناوي كيبهر الطليان ماتش ورا ماتش. الدوري المغربي كان واحد من اسرار فوز روما المثير على بارما ب3-2 في الدوري الايطالي، رغم باللي اللاعب دخل غير كبديل في الدقيقه 59. منين دخل العيناوي وسط الميدان ديال روما تبدل كامل، اللاعب عطى هدوء كبير للفريق وتحكم في نسق اللعب بطريقه خلات جماهير روما تنوض تصفق عليه. الجماهير والصحافه في ايطاليا بدات تهضر بزاف على العيناوي، لاعب عنده شخصيه كبيره فوق التيران وكيجمع بين الذكاء التكتيكي والتقنيات العاليه. وبهذا المستوى بزاف كيشوفوا باللي نائي العيناوي غادي يكون واحد من اهم الاسماء في مستقبل المنتخب المغربي، خصوصا مع اقتراب كأس العالم.